ذا روك او الصخرة طبيعي ولا بيستخدم الاسترويد؟ اسمه الحقيقي يا صديقي دوين جونسون. دوين جونسون يا صديقي اتولد 2 مايو 1972 وتعرف على الحلبة باسم ذا روك او الصخرة، وبيشتغل دلوقتي ممثل امريكي كندي ومنتج افلام ورجل اعمال ومستثمر، وكان قبل كده مصارع. اهلا بيك يا صديقي الفورمة في حلقة جديدة من قناة ورك اوت اند فيت. وفكرة القناة ان انا بقدم لك فيها كل يوم معلومة رياضية جديدة وبطريقة سهلة وباحدث الابحاث وباحدث الاساليب العلمية، فلو حابب تفيد نفسك وجسمك اعمل لنا سبسكرايب. المهم جونسون ده يا صديقي كان مصارع محترف في الاتحاد العالمي للمصارعه WWE، وعلى ما اظن يا صديقي ان مفيش طفل في جيلنا ما كانش بيتفرج على WWE، واكيد طبعا كنت بتبص لجسم ذا روك ويعجبك جدا، بس الاكيد اكتر ان انت فكرت كذا مره هل هو طبيعي ولا بيستخدم الاسترويد. ودايما المصارع والمصارعين بيرجعونا لذكريات جميله جدا في الطفوله، فاكيد انت كمان كده يا صديقي، ودي حاجه ممتعه جدا بالمناسبه. عايزك تتخيل كده يا صديقي ذا روك فضل في المصارعه كام سنه؟ ذا روك فضل ينافس على الحلبة وفي المصارعة أكتر من 8 سنين يا صديقي، وحقق فيهم شهرة مش طبيعية. وبعد رحلة ال8 سنين يا صديقي اتجه للتمثيل، وفعلا ظهر بشكل خرافي في التمثيل، لدرجة إن أفلامه حققت في أمريكا الشمالية 3.5 مليار دولار. ولو بتعرف تحسب يا صديقي فأنت احسبها بعملة بلدك وما تتصدمش، لأنه في جميع دول العالم حقق أكتر من 10.5 مليار دولار في أنحاء العالم كلها، وده اللي خلاه برضه من أنجح الممثلين على الساحة واللي كان عليهم طلب كبير جدا. ذا روك يا صديقي في مجاله سواء في المصارعه او في التمثيل فهو مثال حي لاي انسان ناجح، لان فعلا فتره المصارعه بتاعته حققت نجاحات كبيره جدا ومشاهدات كبيره جدا جدا، وفتره تمثيله يا صديقي فهو حقق ايرادات غير طبيعيه بالمره. بالمناسبه الرقم اللي ظهر قدامك على الشاشه ده رقم الواتساب بتاعي، فلو محتاج تسال على اي حاجه في الرياضه بشكل عام او ليك انت بشكل خاص ادخل بس ابعت لي مسج على الواتساب ده. نرجع بقى لنقطتنا المهمه يا صديقي، هل هو طبيعي ولا بيستخدم الاسترويد؟ على ما اظن لو انت من المتابعين بتوعي فانت هتفهم بسرعه وهتلقط ان هو مش طبيعي. تعال نتكلم في الموضوع ده بالعقل والمنطق في كذا حاجه. مبدئيا كده يا صديقي انت عارف ان هرمون التستوستيرون لما بيخش الجسم بيسبب تساقط كتير في الشعر، وذا روك زي ما انت شايف كده قدامك. تاني حاجه يا صديقي حجمه العضلي كبير جدا على واحد طبيعي. هو حجمه العضلي مش كبير بس، حجمه العضلي حرفيا كبير جدا جدا. وكلام ان هو مش طبيعي يا صديقي ده ما يقللش منه او يقلل من اي شخص تاني، بالعكس الشخص اللي مش طبيعي بيحتاج مجهود كبير جدا جدا علشان يوصل للشكل اللي قدامكم ده. وزي ما حكيت لكم عن مسيرته سواء في المصارعه او في التمثيل فهو انسان ناجح جدا جدا جدا. لو عندك تعليق يا صديقي على حته ان هو طبيعي ولا لا يا ريت تقولها لنا في الكومنتس، وكمان لو عايز نعمل السلسله دي على اي حد من المشاهير اكتبهم لي في الكومنتس وانا هقول لك هو طبيعي ولا بيستخدم الاسترويد. كده تكون انتهت حلقتنا الممتعه الجميله النهارده. ولو عايزني اعمل لك نظامك الغذائي ونظامك التدريبي كاستمايزد ليك وبالتعاون مع طاقم اطباء كامل وطاقم رياضيين متكامل اكتب لي في الكومنتس كلمه اشتراك وهبعت لك كل التفاصيل.